النهاردة تشرفنا المؤتمر الأول بالنسبة لأبروشية أبنوب اللي هو التدبير الكنسي، ونشكر معهد التدبير الكنسي لأن أتاح الفرصة لنا هنا في أبنوب أن يبقى في نوع من رؤية كنيسة المستقبل، الكنيسة الهادفة. اشترك في المؤتمر ده مجموعة من الآباء الكهنة، غالبيتهم يعني 80% من كهنة الأبروشية، مع مجموعة من الخدام، مع مجموعة من الآباء الرهبان، مع مجموعة من المكرسات. والهدف أن في الآخر نقدم كنيسة مجيدة بهية زي ما أرادها الرب يسوع، إنها لكل شخص ولكل إنسان. طبعا رسالة المعهد رسالة عظيمة ورسالة هادفة، أن تبقى الكنيسة هي عبارة عن مؤسسة رعوية تقاد بالروح القدس من خلال سيستم يرتبط بالموارد وبالخدام وبالإمكانيات وبالأهداف. وده هيدينا بعد جديد لمفهوم الخدمة من خلال الكتاب المقدس. بدعوة كريمة من يافت الحبر الجليل الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، بدأت فعاليات الدورة التدريبية الأساسية لمعهد التدبير الكنسي والتنمية في أسيوط الجديدة في مركز الكاروس في أسيوط الجديدة. وكان الدورة بتشريف وتحت إشراف الأنبا بيسنتي، وفي حضور 60 من الآباء الكهنة والمكرسين والخدام، وكان بيتم على مدار الفترة من 13 إلى 17 فبراير 2024. نشكر قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني البابا اسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لأن أضاف إلى هذا المعهد واعتمد من قبل المجمع المقدس أن يبقى على مستوى الكرازة يقدم صورة الكنيسة البهيجة البهية اللي هي تواكب العصر، في نفس الوقت تستثمر الموارد البشرية أو الوزنات اللي ربنا اداها لها، عشان في النهاية تبقى مؤسسة كنسية، مؤسسة هادفة.